تخيل ان حد يقنع طفلة بريئة ان هي تقتل اخوها الرضيع وهي قاعدة في بيتها، مش بره البيت، مش مع اصحاب سوق، لا وهي ماسكة موبايل وبتلعب لعبة. وده اللي حصل في ولاية فلوريدا لما واحدة اسمها تارا سايكس دخلت لعبة اسمها روبلكس، وبدأت تارا تكلمها وتقنعها انها لو ما قتلتش اخوها الرضيع هتموت هي بداله. الحقيقة تارا دي كانت جحدة قوي، قدمت للبنت الصغيرة 3 خيارات: يا اما تغرقه في البانيو، يا اما ترمي عليه مية مغلية، يا اما ترميه على البلاط. للأسف البنت اختارت تالت حاجة، بس الحمد لله قبضوا على تارا والولد حصل له اصابات. الكارثة بقى ان هم اكتشفوا في التحقيقات انها طلبت من البنت ان هي تقتل باباها ومامتها. المصيبة بقى مشاهدي العزيز ان تارا دي طلعت قريبتهم وعملت كده علشان بتحقد على اسرتهم الجميلة. والقصة دي بتقول لنا قد ايه احنا بقى علينا عبء كبير قوي ان احنا نحمي ولادنا، مش بس من العالم الخارجي، لا كمان من العالم الافتراضي اللي بقى اخطر. وما تنساش تاخد جولة في الصفحة، وإلى أن نلتقي، سلام.